عودة من جديد وما زلنا مع حضراتكم نتابع برنامجكم الكاميرا بين الناس. وصلنا لفقرة الأخبار. معنا خبر النهاردة: مياه الشرب بالقاهرة تساهم في الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد من المياه بفنادق شرم الشيخ في إطار توجيهات الدولة المصرية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات الخدمية والاستفادة من كافة الموارد والخبرات والتكنولوجيات، وبتوجيهات من السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبناء على تعليمات من السيد المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة، قام قطاع الدعم الفني بشركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ أعمال الكشف عن التسربات وتقليل الفاقد بشبكات المياه التحلية الحريق الغليات ببعض فنادق مياه مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الدعم الفني المقدم للجهات الخارجية المساعدة في الحفاظ على الاستثمارات والمقدرات وترشيد استهلاك مياه الشرب. وقد أسفرت الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة حيث تم الكشف عن مجموعة من التسربات بخطوط شبكات المياه بهذه الفنادق، مما ساهم في تقليل الفاقد اليومي من المياه المحلاة المستخدمة في هذه الفنادق وتوفير المبالغ المالية المنفقة على تحلية هذه المياه. وقد وجهت إدارة الفنادق التي تم تنفيذ أعمال الكشف عن التسرب بها الشكر لشركة مياه الشرب بالقاهرة على الجهود المبذولة والتي الحفاظ على الموارد المائية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة. ويعد هذا المشروع نموذجا ناجحا للتعاون بين الجهات الخدمية والقطاع الخاص، ويعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نقل الخبرات وتقديم الدعم الفني للجهات التي تحتاج إلى مساعدة في إدارة مواردها بكفاءة. مشاهدينا نشوف مع بعض فاصل ونرجع تاني لاستوديو 7 على الهواء لنستكمل مع حضراتكم برنامجكم الكاميرا